إلى أين كرة القدم؟ 15 سنة من الإثارة والمستوى والأداء، ونقدر نقول كم شخص حب كرة القدم. وصلنا إلى زمن أن كرة القدم ما تحترم أساطيرها. نادي باريس سان جيرمان وجمهوره يطالبون برحيل ليونيل ميسي. المشكلة الكبيرة أن جمهور باريس سان جيرمان رغم كل اللي قاعد يعمله ميسي من إحصائيات، مثل ما تشوفون هذه إحصائيات ليونيل ميسي. شوف الأكثر والأكثر والأكثر مساهم والأكثر يعني ما أعرف شنو أتكلم أكثر من هذا. حتى اللاعب قاعد يؤدي كل مستوياته مع النادي، ولكن هذا النادي ميسي ما استفاد منه الا بشغله واحده، وهي الفوز بكأس العالم من ذهب لهذا النادي فقط. هذا النادي اللي بكل حياته كان يدور على بطوله واحده اللي هي دوري ابطال اوروبا، مع ان ريال مدريد استطاع ان ياخذ هاي البطوله 3 مرات على التوالي، مرتين في تاريخه، اتوقع حتى 3 مرات. هذا نادي باريس وهذا جمهور نادي باريس اللي لا يحترم الاساطير ابدا. اما اذا انتقلنا الى السعوديه وخاصه لكريستيانو رونالدو، عمل كل شيء في اوروبا وانتقل من اوروبا الى اسيا. عند انتقال كريستيانو رونالدو الى النصر، كثير انتقص من كريستيانو رونالدو وانتقده وهو بعمر 38 سنه، وتفاجأ صراحه بجزء من جمهور السعودي، حتى الجمهور العربي استنقص من كريستيانو من ذهب للنصر، ولحد الان استنقاص وانتقادات على كريستيانو رونالدو بس لانه اجى لاسيا. مع الاسف الاستنقاص قاعد يجي من الشخص العربي. تدرون ليش قاعد نستنقص وننتقد كريستيانو؟ لأن أجى لآسيا، لأن مع الأسف نرى أنفسنا أن احنا أقل قيمة من أوروبا. أنا أتفق وياك أن أوروبا متفوقة كثير بالرياضة، ولكن إلى متى هم يكونوا متفوقين وإحنا لا؟ إلى متى؟ وصلنا الآن إلى تطور كبير. الآن بالسعودية قاعد يسوون أشياء كثيرة، بقطر قاعد يسوون هم أشياء كثيرة، الإمارات نفس الحالة. فأعتقد لازم نتطور مع تطور الحياة ومع تطور أوروبا، لازم نصل إلى مستواهم. أعتقد عندنا فرصة كبيرة أن نصل لهذا التطور. فقط وجود كريستيانو رونالدو حاليا بالسعودية، كل قنوات العالم قاعد تطلع مباريات النصر، كل العالم قاعد يشوف الدوري السعودي وكيف صارت قيمة الدوري السعودي قيمة كبيرة. مو بس قيمة الدوري السعودي، حتى السياحة في السعودية تطورت بسبب لاعب واحد فقط. مع الأسف الجماهير العربية دائما تشوف العرب أقل قيمة من أوروبا. عندنا فرصة كبيرة أن نكون مساويين لأوروبا وأفضل من أوروبا في كرة القدم وفي الرياضة. صراحة أتمنى وجود ليونيل ميسي في الهلال السعودي، حتى يكون في كلاسيكو كبير من جديد بين ليونيل ميسي وكريستيانو في السعودية وفي آسيا. وارجع واقول هم راح يجي ميسي للهلال وراح يتم استنقاص من ميسي.